السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا مشاهدين. تعالوا نعمل الاكله اللي انتوا شفتوها جانا دي. اكله بسيطه وسهله ووصفه في منتهى السهوله. معانا 3 بدنجانات، قشرناهم كده زي ما انتوا شايفين، وهنقطعهم مكعبات. كل سنه وانتوا طيبين، وكل عام وانتوا بصحه وسلامه وخير يا رب. كل مشاهدينا ومتابعينا، وانا صباح ودي قناتي. نبدا الاكلات الخفيفه بقى بعد رمضان بقى. اكلات كده على قد ايدينا، وخفيفه على معدتنا، وخفيفه على جيبنا شويه. قطعناهم مكعبات، شرايح، وبعد كده قطعناهم مكعبات. معايا بولة فيها شوية مية، وهنحط فيها شوية ملح، معلقتين ملح، وهندوبهم ونحط فيهم البدنجان بس ننزل المرارة اللي فيهم وتتظبط كده البدنجانية وتبقى حلوة. واللي ما اشترك معايا يشترك، فعلوا زر الجرس واشتركوا معانا اللي ما اشتركتوش. مشاهداتكم قلت، رمضان خلص وننتبه شوية للمشاهدات بقى. ومعانا 3 بطاطسات نفس حجم البدنجالة كده برضه، هنقطعهم صوابع طويلة، ونعملهم مكعبات برضه تكون متحملة شوية كده. التخينة نشرحها على مرتين تاني. يعني نعملها صباعين كده حلوين، ونقطعها برضه. وهنا جبنا شوية مية، بس دي من غير ملح، في نفس البولة تانية زي نفس البولة كده. واخدهم على الحوض واشطفهم كذا شطفة. وهنا سخنت الزيت وحطيت البطاطس الأول. هنبدأ بالبطاطس. اما يطولوا معايا شوية عشان انا حطيت البطاطس كلها مرة واحدة، المفروض كنت قسمتها على 2، بس هم ما اتفتولوش ولا حاجة. ادي كده زي ما انت شايفهم كده، طالعين يعني ماسكين نفسهم كل حاجة. عشان انا ما قلبتش فيها كتير، عشان لما كانت كتيرة عشان ما تتفتولش مني، خدتها بالسياسة. انا حاطة على العين الكبيرة بس مش معليها قوي، يعني موطيها سن عن الطبيعي بتاعها. وهنا حطينا اللي طلعنا، صفينا البدنجان من المية ونشفناه حلو، وحطيناه في الزيت. وده قرنين فلفل رومي. عايزة تحط معاهم حط حامي، انا ما حطيتش. هما قرنين فلفل رومي عشان مش كبار، فعملت 2. هما كانوا وسط صغيرين، قطعتهم مكعبات كده وشوحتهم تشويح بس. وانا هنا طفيت على الزيت اهو. هنعمل ايه بقى؟ الكفتة بتاعتنا. معانا بصلاية مفرومة ناعم وعصرناها من المية بتاعتها، ومعانا هنا فلفل اسمر وجنزبيل وقرفة وملح و7 بهارات، ودول معلقتين دقيق. معلقة ودي معلقة. ما فيش. لو عندك بقدونس عايزة تحط بقدونس اخضر حطي. انا ما حطيتش عليها غير بصل والبهارات اللي انا قلت لك عليها، ومعلقتين دقيق مليانين، ومعلقة ملح صغيرة. والملح يعني حسب يعني ده حسب الطلب، يعني في ناس ممكن ما تحبهاش حادق. معلقة ملح صغيرة مش مليانة كمان.
والبصل انا فرمتها بالمبشره وعصرتها من الميه اها بصي. تفضل تهركي فيها لحد ما الانسجه كده تبقى ماسكه ببعضها ولونها يتغير اهي. وهنوريكم دلوقتي هنعمل ايه. هنعملها كور كده صغيره مع بعضينا. الحجم اللي يعجبك، ممكن تعمليها اقراص، ممكن تعمليها صوابع زي ما انت عايزه، بس انا حبيت اعملها كور زي الطعميه كده الصغيره. بوريك حجمها. كورتهم كلهم، وهنا معايا طاسه فيها يعني شويه زيت صغيرين مش كتير، وهنحطها فيها. بص بتقلبيها كده بالسكشوكه، بتقلبي بالمعلقه، بتقلبي تهز الصينيه، هي بتتقلب لوحدها الطاسه. بس انا هنا موطيه برضو شويه عن البطاطس عشان ايه ما تتحرقش مننا. وهنا جبت الووك، ما كنتش محمره فيه، حمرت الكفته حطيتها في الووك، وفوقها البطاطس، وفوق البطاطس البدنجال والفلفل، قرنين الفلفل اللي احنا عملناهم، او قرن الفلفل زي ما انت عايز تستغنى عنه استغنى، بس هو بيدي طعم حلو. الفلفل الرومي طعمه حلو، الاخضر بتاعنا البلد. ودول طماطمتين مقطعاهم، طماطمتين حلوين كبار كده، مقطعهم مكعبات صغيره. ودول معلقتين صلصه. ودي ميه البصل اهي، كمان فيها فتافيت بصل. ودول معلقتين صلصه. وده ملح وفلفل وسبع بهارات. اللي يحيق الصلصه والبطاطس انا مش مملحاها، بس الباذنجان انا مملحاها. قلبت مع الصلصه مع بعضهم كده، وعجنتهم في بعض. وحطيت عليهم كوبايه ميه سخنه، وهنقلبهم مع بعضنا ونشوف. ودي معلقه توم مفروم، مش عايزه تحطها ما تحطهاش، بس هي ده الدنيا طعم تاني اهو. حطيت البتاع على النار، وحطيت عليه الصلصه بالميه السخنه. واول ما قلبت شويه كده وطيت عليها، ولا فرن ولا اي حاجه، هي في نفس الوقت. وصفه بسيطه وسهله، وهشوفها معاكم. بص ادام استوت، وعملت جنبها رز ابيض. ممكن تعمل رز بشعريه، تعمل رز ابيض، تعمل اللي انت عايزاه، ممكن تاكلها كده بعيش، تنفع في كل الحالات. بس انا حبيت اعمل جنبها رز ابيض كده عشان يعني اللي عايز رز ياكل برز، اللي عايز ياكلها بعيش ياكلها. وبالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. وكل عام وانتم طيبين وبصحة وسلامة وبخير يا رب. وإلى اللقاء في الفيديو الجاي. سلام عليكم.